السلام عليكم. ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. في الفيديو ده هنتعلم حاجة مهمة جدا، من اهم الحاجات اللي لازم المصمم يكون عارفها. حاجة اسمها الايدنتيتي او الهوية البصرية. الهوية البصرية دي هي الحاجة المميزة للمكان بتاعها. في الفيديو ده هنتكلم عن الهوية البصرية وايه هي اهميتها وازاي نعملها. كمان هنتعلم ايه هي التصميمات المختلفة اللي موجودة وازاي اقدر احدد المقاسات بتاعتي على حسب المطلوب مني او المنصة اللي هيتحط عليها التصميم بتاعي. يلا بينا نبدأ، ومساء الفل عليك او صباح الفل حسب الوقت اللي بتسمعني فيه، واهلا بيك في دكتور فريلانسر. بعد ما خلصنا الجزء بتاع امبارح واتكلمنا فيه عن ايه هو اصلا كانفا وازاي نسجل عليه وحوار الايميل الجامعي والايميلات والكلام ده كله، وبدانا فعليا مع بعض نعمل ديزاين امبارح. اي ديزاين هنيجي نعمله مش هيختلف عن انفوجرافيك في حاجه، ولكن اللي هيختلف معانا المقاسات، وهيختلف معانا الكلام اللي هنكتبه جوه، وامتى نكتب كلام اكتر وامتى نكتب نخلي فيه صور اكتر، ولو يوتيوب نعمل ايه، لو فيسبوك نعمل ايه. ودي كلها حاجات سهله، الابلكيشن نفسه بيوفر لك المميزات دي من غير انت ما تتعب في اي حاجه. طيب، هنتعلم النهارده حاجه اسمها الهويه البصريه، ويعني نعرف معناها ايه، وازاي نحافظ على الهويه البصريه بتاعتنا واحنا بنعمل اي تصميمات في الشغل بتاعنا بعدين. ومنها هتعرف انت شخصيتك ايه في الديزاين عموما. كل واحد في الديزاينز كده بيبقى ليه شخصيه، بيبقى ليه شكل معين. إيه والله، واحد بيحب الكلام اكتر، واحد بيحب الصور اكتر، واحد بيحب الالوان الكتير في الديزاين، واحد بيحب الديزاين الهادي. فكل واحد هيحس يعني هو مايل لايه اكتر. الحاجة التانية هنتعلمها برضو النهاردة هو حتة ازاي ممكن نصمم صورة كويسة، ايا كان بقى المقاس بتاعها ايه. لكن نصمم صورة كويسة، مثلا عميل طالبها مننا لصفحة سوشيال ميديا، صفحة فيسبوك، صفحة انستجرام، حد طالبها مننا اليوتيوب، حد طالب حاجة مننا على مواقع الفريلانس. فهنعرف ازاي نصمم صورة النهاردة، ومش هتختلف كتير عن الشغل اللي عملناه امبارح، وهنراجع على كل حاجة عملناها امبارح برضو واحنا شغالين. الحاجه الثانيه هنتعلم ازاي نصمم لوجو. طبعا تصميم اللوجو انا ما بقولكش انك هتعمل لوجو احترافي من البدايه للنهايه هنا على البرنامج، ولكن البرنامج بيديك اوبشنز كتيره جدا اللي انت محتاجها اصلا في اللوجو. انت محتاج اللوجو ده يكون اشكال، هتلاقي الاشكال هنا، وهتلاقي تعمل تغذيه بصريه لنفسك كويسه جدا، وتبدا تعمل اللوجو اللي انت عايز تعمله. الحاجه الثانيه، لو انت عايز تعمل اللوجو ده في يعني عباره عن بس اسم كده او كلمه، فسهل جدا انك تعمل ده وهيكون بسيط جدا بالنسبه لك. الحاجه الثالثه، بعد ما تتعلم تعمل ده تعرف ازاي تحفظ اللوجو ده كبي ان جي. واظن احنا عملنا ده المره اللي فاتت، وبي ان جي قلنا يعني ملوش باك جراوند، ملوش خلفيه، فبالتالي تعرف تحفظ اللوجو بتاعك بدون خلفيه. وهوريكم برضو حاجه زي ده. لو انتوا شفتوا امبارح وانا بضيف اللوجو بتاعي على اللوجو بتاع دكتور فريلانسر على التصميم اللي كنت عامله، ما كانش ليه اي خلفيه، هو جه على طول اتضاف عليها بدون ما يكون ليه اي لون تاني خلفي ليه، هو مجرد اللوجو بس. طيب، هنتعلم بقى حاجه كمان مهمه جدا جدا جدا، ومش كل الناس اللي بتستخدم كانفا عارفاها، وهو ازاي نضيف خط جديد جوه البرنامج. انا ممكن اكون جوه البرنامج دلوقتي وحابب ان انا اضيف خط جديد. الخط ده يعني انا هستخدمه في الشغل بتاعي، حاسس ان هو هيكون مفيد، هيكون شكل لطيف، فازاي اضيف خط جديد. الحاجه الثانيه، ممكن اضيف الوان جديده. طيب، الحاجه الثالثه، انا دلوقتي لما اجي اشتغل، انت قلت لي المره اللي فاتت لما تيجي تعمل تصميمات الالوان بتاعتك ما تزودهاش عن 3 الوان. طب لو انا عايز اعرف ايه الالوان اللي ممكن تمشي مع بعض، طبعا يعني في ناس مننا بتكون عارفه ده، وبتكون بالنسبه لها اللون ده يمشي مع اللون ده والكلام ده كله. ولكن في التصميم ما بنعتمدش على الحس عندنا اكتر، لكن بنعتمد على يعني الحاجات المعترف بيها والمعروفه والمثبته والكلام ده كله. في يعني في اماكن، في باليتس هنبص عليها، في كانفا نفسه بيوفر لنا ويب سايت نقدر نبص على حاجات تفيدنا في حوار الالوان، نعرف الالوان اللي ماشيه مع بعض ايه. اي مكان بقى انت محتاج انك تعمله ديزاين بيكون عنده هويه بصريه او عنده الوان معينه بيمشي عليها، تقدر انك تستفيد من جزء الالوان ده، في حيث انك تختار اللون اللي زي عندهم بالظبط، تجيب اللون ده، تجيب الكود بتاعه. يعني هنتعلم حته كده حلوه جدا في حته الالوان دي، مع اضافه الخطوط جوه البرنامج. وبعد كده ان شاء الله باذن الله نبدا نطبق ده، واحنا كده كده بنتعلمه اصلا واحنا بنطبق على تصميم او اكتر من تصميم. وبعدين هتاخدوا التاسك بتاعكم ان انتوا هتعملوا حاجات زي اللي انا هعملها النهارده، فركزوا في كل حاجه انا هعملها. يمكن هيقابلك بعض الحاجات الصعبه زي اضافه اللون، اضافه الخط، الكلام ده كله. ده بقى من الحاجات المهمه جدا لازم تركز فيها، لانك لو مشيت في البرنامج لوحدك مش هتعرف انك توصل لها. نبدا كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن ازاي نصمم صوره كويسه. الصوره دي ايا كان المكان بتاعها ايه، من خلال الحاجات اللي بيقدمها لي الابلكيشن، ببدا ان انا اختار
اختار، او الموقع لو انا شغال على الموقع على طول ببدا ان انا اختار الحاجه اللي انا عايز اعملها. انا دايما بحب اختار المقاس العادي بتاع السوشيال ميديا، بما ان ده يبقى معظم الشغل بتاعنا. فعلى سبيل المثال هنشتغل على فيسبوك، ونبدا نجيب فيسبوك بوست. من فيسبوك بوست بدات هنا ان انا هعمل تصميم جديد او حاجه جديده، فجبت صفحه فاضيه خالص. الصفحه الفاضيه دي طبعا الحاجات اللي موجوده عندي على الشمال دي هي بتكون موجوده في الموبايل ازاي؟ في الموبايل زي ما كنا بنقول دلوقتي بيكون عندك علامه بلس او علامه زائد، لما بتضغط عليها بيبدا يظهر لك كل الحاجات اللي هنا دي، سواء كان بقى مكتوبه بالعربي او مكتوبه بالانجلش، ولكن هي نفس الحاجات اللي موجوده هنا هي نفسها اللي هتظهر لك. اول حاجه لو انا بعمل تصميم معين، اول حاجه في حاجه اسمها الهويه البصريه. الهويه البصريه دي زي ما قلت لكم انك لو دخلت على بيج مثلا زي دكتور فريلانسر هتلاقي ان هم عندهم هويه بصريه. الهويه دي عباره عن ايه؟ الهويه دي يا سيدي عباره عن الشكل اللي هم ماشيين بيه والالوان اللي هم بيستخدموها. لو انت دلوقتي دخلت على دكتور فريلانسر حالا هتشوف الشكل والالوان اللي هم بيستخدموها. يعني انا حتى ممكن وانا معاكم كده، تعالوا نجيب الفيسبوك. لو جبنا الفيسبوك كده وبدانا ان احنا ندخل على البيج اهي، والله انت شايف من البيج هنا لو نزلت لتحت وبدات ان انا اجيب البوستس بتاعتنا، هتبدا تشوف الالوان اللي انا بستخدمها او اللي احنا بنستخدمها في الديزاينز بتاعتنا. طبعا هي بس بتحمل معانا، ده فيديو عادي خالص. انت شايف اول حاجه قدامك الشهاده التقدير اهي. شهاده التقدير فيها اللون اللي هو الرمادي او الجري شويه ده مع اللون الاصفر مع اللون الابيض، حلو جدا. لو نزلت هنا هتلاقي اللون الاصفر مع اللون الغامق لان دي سكرين شوت عاديه مع اللون بتاعنا العادي. لو نزلت هنا اللون الاصفر، فانت هتلاحظ بقى هنا انك هتلاقي هنا مثلا الديزاين بتاع شهاده كتابه المحتوى اللون الابيض مع اللون الاصفر مع اللون الجري. انت شايف هنا ان في هويه بصريه وفي شكل ثابت للبيج. الشكل الثابت ده عباره عن ايه؟ الشكل الثابت ده عباره عن الوان ثابته بتستخدم في كل الديزاينز اللي موجوده على البيج. انزل لغايه ما تنزل هتلاقي نفس الاشكال ونفس الالوان ونفس كل حاجه بتستخدم. بنغير في الاشكال اللي جوه التصميم. هنا مثلا كان في كلام مكتوب جنب صوره عاديه خالص، هنا كان في شخص موجود في الديزاين. بنبدا نفكر ممكن نعمل ايه. هنا مثلا كانت التعييده بتاعت العيد او المعايده كانت نفس الالوان بتاعتنا ونفس كل حاجه، فانت بكل سهوله بتحدد البيج دي شغاله على الوان ايه. انت عرفت الالوان اللي احنا شغالين عليها؟ طيب بعد ما عرفت الالوان اللي احنا شغالين عليها تقدر انك تدخل وتختار اللون اللي انت حابب تشتغل عليه من التمبلتس مثلا، وتبدا انك تشتغل عليه. لو انا على سبيل المثال جيت طلبت منك انك تعمل لي تصميم للبيج بتاعتي، اما انك تخش على البيج بتاعتي وتطلب مني اللينك بتاعها وتدخل عليها وتعرف الالوان اللي انا شغال عليها، او تسالني دايركت على طول وتقول لي هو انت بتشتغل بالوان معينه؟ يعني هل انت عندك هويه بصريه؟ اقول لك انا عندي هويه بصريه، في اللوجو بتاعي الوانه كذا، الديزاينز بتاعتي الوانها كذا، فتبدا انك تحدد الالوان اللي هتشتغل عليها، وبالتالي اي حاجه تشتغلها معايا تبقى عارف انك هتلتزم بالالوان دي، مش هبعد عن الالوان دي بالدرجات بتاعتها البسيطه يعني. طيب ده رقم واحد. الحاجه الثانيه، لو انا في يوم من الايام بقيت ديزاينر لمكان او لحاجه خاصه بيا انا، لازم اعمل لنفسي هويه بصريه، لان هي بتكون حاجه بروفيشنال جدا. لما حد يدخل عندك ويلاقيك عندك هويه بصريه يعني هيحب ده جدا، بعكس حد تاني لو ما عندوش هويه بصريه هتحس الموضوع مش لطيف جوه البيج بتاعته مهما كان الكيان ده كبير. لو ما فيش هويه بصريه لا الموضوع ما بقاش لطيف. طيب الحاجه الثالثه ان يفضل انت كديزاينر لما تيجي تعمل هويه بصريه تكون قريبه من اللوجو بتاعك وشكلها حلو مع اللوجو، الوانها ماشيه مع اللوجو ومتناسقه معاه، عشان ما يعملكش مشكله بعد كده تختار الوان كويسه وتلاقي اللوجو بيعمل لك شكل مش لطيف جوه التصميم بتاعك. طيب كده احنا عرفنا حاجه اسمها الهويه البصريه. طيب لو انا دلوقتي شغال لصفحه زي دكتور فريلانسر، انا عرفت ان الهويه البصريه بتاعته او الالوان اللي هو بيستخدمها اللون الاصفر اللي احنا قلنا عليه. دلوقتي يا اما انا عارف اللون واقدر ان انا اجيب اللون بتاعي من هنا كده على طول، يعني احدد مثلا، شايف انا عملت ايه؟ بس ضغطت على العلامه دي عشان يجيب لي الديزاينز اللي فيها اللون الاصفر، وابدا ان انا اختار اللون اللي ممكن يمشي معاه. مثلا اللون ده قريب من التصميمات بتاع البيج، ابدا ان انا اختار اللون ده وهشتغل عليه لان هو ده المناسب فعلا ليها. حتى انا ممكن اللون ده اقلبه للون تاني قريب من اللون الجري اللي عندي، او الغيه خالص لو انا شايف ان انا مش قادر ان انا اوصل للون اللي انا عايز اوصل له. ممكن الغي اللون الاخضر اللي تحت ده او اللون اللي تحت ده، واشتغل بس على اللون الاصفر. ابدا ان انا اكبر اللون الاصفر بتاعي كده عشان هو يبقى في الديزاين كله، وممكن امسح الحاجات اللي فيه دي كلها. خلاص انا حذفتها كلها. بكده يا باشا انت دلوقتي بقى معاك اللون اللي انت ممكن تشتغل عليه، وهتبقى عارف بعد كده ان اللون ده ثابت معاك، اي تصميم حابب تشتغله وهيبقى على نفس اللون ده. على فكره ممكن تعمل له سيف بحيث انك تستخدمه دايما على طول، او تكمل عليه التصميم بتاعك وكده كده هيكون موجود عندك قابل للتعديل، فتشيل الحاجات الزياده اللي انت عاملها عليه وتعتمد على الباك جراوند في تصميم تاني وثالث ورابع وخامس. طيب ده لون استخدمناه.
ممكن اشوف الوان تانية، ممكن اشوف اشكال تانية. من الحاجات بقى المهمه جدا انك تعمل تغذيه بصريه. انا مش بقول لك استخدم دايما التابلتس الجاهزه من الموقع، لكن بقول لك ان الموقع بيوفر لك تابلتس جاهزه تقدر انك تبص عليها وتعمل نفسك تغذيه بصريه. تقدر انك تدخل على بيهانس او بنترست وتبدا تبص على التصميمات اللي الناس بتعملها وبتنزلها. تقدر تدخل على الفيسبوك وتبص على الصفحات وتبص على التصميمات اللي الناس بتعملها، تاخد منها افكار وتعرف منها الالوان الكويسه اللي انت ممكن تمشي بيها تكون ايه. فبكل سهوله انت بتحدد اللون بتاعك، ودي نقطه مهمه جدا جدا، وعليها بتعتمد الهويه بتاعتك. احنا ازاي اخترنا اللون الاصفر ده اصلا؟ هو اللون ده لقيناه لطيف بالنسبه لنقطه الكورسات، فكان على اساس انك بتقدم كورسات، بعكس انت لو بتقدم مثلا خدمه زي انت مطعم. والله انا لو مطعم مثلا ممكن اختار الالوان الاحمر. اللون الاحمر ده بيكون يعني كده لون حلو جدا مع الشغل بتاع المطاعم. لو انا بقدم حاجه تانية ممكن اختار لون مختلف بحيث ان هو يتماشى معايا. لو انا بعمل حاجه لحاجات لميك اب والكلام ده كله، ممكن اشتغل على الوان بقى بينك، والالوان اللي هي ممكن تكون مناسبه للحاجه اللي انا بقدمها. فاول حاجه معانا الصوره بتاعتنا، انا ممكن اشتغل بيها كده على طول، ممكن اعمل لها شكل تاني مختلف. فانا ممكن ابدا معاكم من صفحه فاضيه، وده اللي انا حابب ان انا اعمله، يعني ان انا ابدا من صفحه فاضيه خالص واشتغل انا على الصفحه الفاضيه دي من الاول للاخر. اول حاجه انت كده فهمت الهويه البصريه. طيب لو انا عندي صفحه فاضيه وحابب ان انا اعمل عليها تصميم، التصميم ده بحدد الاول هو هيكون صور ولا هيكون كلام. والله التصميم ده لو صور زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، فتعالى نعمل مع بعض حاجه جديده زي ما عملناها امبارح. اول حاجه انا التصميم بتاعي هيكون لون معين، فانا بكل سهوله بضغط على العلامه دي، على بحدد يعني الحاجه اللي انا اشتغلها واغير اللون بتاعها. وعلى فكره ممكن اكون عايز اخلي نص لون والنص التاني لون، فانا ممكن اعمل ايه؟ بص كده معايا، هبدا ان انا ادخل على كلمه elements، ومن element دي هبدا اجيب حاجه اسمها shapes. يعني انا لو دورت كده الاقي كلمه shape، حاجه زي اللي موجوده هنا دي. طيب الشيب اللي ظهر قدامي ده لما بضغط عليه بيكون ليه لون معين. بص كده معايا، اللون ده لو انا جيت هنا وغيرته اللون بيتغير. فانا ممكن بكل سهوله اعمل مثلا دبليكيت لده، وابدا ان انا اكبر ده كده. انا كل اللي انا هعمله دلوقتي هخلي التصميم بتاعي لونين. تمام، خلاص كبرته اهو، وبدات ان انا اخد التاني ده واكبره برده، بس خلينا نغير اللون بتاعه عشان يبقى واضح يعني قدامنا. هاخد مثلا لون احمر مع لون اسود مثلا. عايزين والله نخلي اللون كده. او على سبيل المثال انا بعمل دلوقتي تصميم لمباراه كره قدم ما بين فرقتين، فالفرقه دي ليها لون والفرقه دي ليها لون، فمثلا هعمل ما بين الاهلي والزمالك، فانا ممكن اخلي اللون ده ابيض. يعني انا ممكن الغي ده كده فيبقى ده الاحمر وده الابيض، واحط الاهلي على الناحيه البيضاء واحط الزمالك على الناحيه الحمراء، فيحصل ايه؟ والله عملت صوره حلوه شكلها افضل، عكس ان انا لو حطيت الاحمر على الاحمر مش هيبقى شكل لطيف للعين. فالمهم نرجع تاني، انا والله عملت ان ده التصميم بتاعي هيبقى في اللونين دول، او لو عايز اغير الاسود ده مثلا واي حاجه ثانيه انا شايف ان هي ممكن تمشي مع الاحمر، ممكن ان انا احطها. منين بقى هنعرف الحاجات دي ومنين نعرف الالوان دي هتمشي مع بعض ولا لا؟ هوريكم الحاجات دي ان شاء الله. الاحمر ده لو عايز برضه اغيره بحيث ان يكون الشكل احسن شويه، مثلا هشتغل على اللونين دول. والله ببدا ان انا اظبطهم بحيث ان ده ياخد النص بالظبط وده ياخد النص، ومش شرط اعمل زي ما انا عامل، يعني مش شرط تعمل ده نص وكذا ونص وكذا، ممكن تعمل ربع وربع وربع وربع، ممكن تخليه كله لون واحد. انا بديك دلوقتي مثال على تصميم انا بعمله، بتخيل ان انا بعمل تصميم دلوقتي. طيب التصميم بتاعي ده تخيل ان هو عباره عن تصميم هيكون فيه صور. طيب لما اجي اضيف صور جوه الموضوع بتاعي بكل سهوله باجي على كاميرا رول، او باجي على الابلودز بتاعتي اللي انا رافعها، وابدا ان انا اضيف الصوره اللي انا عايز احطها. فعلى سبيل المثال صوره زي الصوره دي حابب ان هي تكون متضافه. طبعا لو انا جيت حطيت الصوره بتاعتي دي كده مثلا، وبدات ان انا اجيب صور تانية مثلا كمان من هنا، صوره زي دي كمان وصوره زي دي، وبدات ان انا اضيف الصور بتاعتي دي هنا جوه التصميم. طبعا مش انا متاكد ان مش هيكون شكلهم لطيف لاسباب كتيره جدا، باينين خالص ان انا بضيف صور كامله جوه التصميم. في حد عمل فيه كل الكلام ده، او اكثر من حد كمان عمل ده في التصميمات اللي بعتها، لكن انا ممكن اعمل شكل افضل من كده واحسن من كده عن طريق، وركز معايا، هضغط على كلمه element، ومن كلمه element ببدا ان انا اجيب، بص كده، ببدا ان انا اجيب فريم. اضغط كلمه فريم، انا كنت عايز اجيبها لكم من غير ما اكتبها، لكن انا ممكن اكتب فريم، او بدون ما اكتبها بتكون ظاهره في الحاجات اللي ظاهره تحت فريم لاين، وابدا اختار الشكل اللي انا عايز الصوره تظهر بيه. والله عندك اشكال كتير جدا تقدر تحطها بالشكل اللي يعجبك، شكل زي ده مثلا، او شكل زي الدايره ده، او شكل زي ده. تعال نجرب كل واحد كده مع بعض. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا باخد والله التصميم ده او الشكل ده عاجبني اهو، والشكل ده برضو عاجبني، عايز احط فيه صوره بالشكل ده.
هحطها هنا، وده صوره هحطها هنا كده بنفس الشكل ده. طيب اعمل ايه؟ باخد الصوره اللي انا عايزه اضيفها، واخدها بس احركها على، بص انا بقرب بس من الحاجه اللي انا عايز احطها فيها. اول ما بحطها عليها بتاخد الشكل بتاعها. ايه رايك في الشكل ده؟ بقت شكلها جميل جدا. مثلا صوره زي دي خدتها كده حطيتها الناحيه دي، صوره زي دي خدتها حطيتها الناحيه دي، خلاص الشكل بتاعك اتضاف، بقى عندك بقى شكله افضل كتير. الصوره دي ممكن تفضل موجوده في النص كده. انت كده بدات تعمل ايه؟ بدات انك تضيف صوره عادي خالص، ولكن بتضيفها جوه فريم. فريم ده خلى ليها شكل. طيب لو انت الصوره اللي ضايفها زي الصوره اللي انا ضايفها دي كبيره شويه، بص كده لما اضغط عليها ضغطتين ايه اللي بيحصل؟ يقول لي والله لو عايز تحرك الصوره من جوه تخليها تكبرها تصغرها، تعرف تعمل اللي انت عايزه بحيث انك يكون اللي ظاهر منها الجزء اللي انت عايزه ظاهر بس. طبعا انا عملت ده وبدات ان انا اخلص النقطه دي. انا ممكن اجيب دي هنا كده واصغرها شويه، واجيب دي هنا كده واصغرها شويه. وعلى فكره انا كنت الصور اللي قدامكم دي انا كنت حاططها في فيديو عباره عن بتكلم عن مهارات الفريلانس، فاقدر ان انا اعمل اكتر من حاجه واحطهم واكتب جنبيهم اسم المهاره اللي هم بيعملوها. فمثلا لو انا عايز اتكلم عن المهاره دي مثلا انها مهاره البرمجه، بكل سهوله بعمل ايه؟ اضغط على كلمه تكست واختار الخط اللي انا هكتب بيه، واكتب مثلا بروجرامينج او اكتب البرمجه. البرمجه اخترت وكتبت بخط معين، بدات ان انا اخده واحطها تحتيها كده. اقدر ان انا اغير في الخط ده طبعا، دي اظن ده بالنسبه لنا بقى سهل يعني. انا بختار كلمه، باجي هنا وبكتب كلمه Arabic بحيث ان هو يجيب لي الخطوط العربيه. وبعد ما كتبت Arabic بدات ان انا اختار الخط المناسب للحاجه اللي انا كاتبها. فانا الخط ده لطيف وانا بحبه جدا يعني، فتمام. ممكن اكبر الكلمه شويه، ممكن اكبر الكلمه شويه بكل سهوله. ممكن اخليها بولد اكتر، ممكن اغير اللون بتاعها او اللون الكتابي بتاعها، ممكن اغير بحيث ان انا اخليها قريبه من اللون التاني اللي انا ضايفه. تمام. او اخليها بلون مختلف، ده انت وراحتك يعني، ده مش هيفرق خالص. بعد كده التانية اللي موجودة هنا دي مثلا لو مهارة مختلفة وليكن هكتب عليها التصميم، نفس الحكاية هعمل دبليكت من هنا بقى على طول بحيث الخط يكون موجود معايا، وابدا ان انا اكتب كلمة التصميم. التصميم. وبعدين اخد الكلمه دي وابدا ان انا احطها هنا كده او اضيفها تحت، يعني زي ما اشوف المناسب ليا ايه واعمله. كل واحد بقى حر في التصميم اللي هو بيعمله يعني، ده حاجه بسيطه جدا وسهله جدا. ده مثلا كان برضو مهاره انا كنت ضايفها وليكن كتابه المحتوى، هبدا ان انا اكتب عليها كلمه كتابه المحتوى. طبعا انا لو خليت كل يعني انا هعمل ده دبليكيت بحيث ان انا اخلي اللي هنا زي بعض واللي هنا زي بعض. كل اللي انا هعمله دلوقتي بص كده معايا بخليهم، شايف الموقع الابلكيشن بيظهر لي ايه؟ ده معناه كده ان انا في نص الاخضر بالظبط. كل لما بتحرك كده معناه ان انا يعني لما عملت كده ماتش كده بالظبط، معناه ان المربع ده كلهم كده على الاطراف بتاعته. لو انا طلعت لبره شويه ابقى يعني اتحركت من مكاني، انا بماتش مع النص هنا او بماتش مع النهايه بتاعت دي وهكذا يعني. انت كده هو بيقول لك انت المقاسات اللي انت واخدها ايه، المكان اللي انت موجود ده فين. فبدات ان انا اظبطها بالشكل اللي انا شايفه ده قدامي. ارجعها بس انزلها تحت كده شويه، وبدات ان انا اظبطها كده. وهختار مثلا هنا صوره مختلفه. هاجي والله على الابلودز اللي هنا اللي انا رافعها، وابدا ان انا اختار مهاره حاجه زي دي واخدها كده عشان اضيفها هنا. ضفتها ممكن اعدل عليها شويه لو انا حابب اكبرها شويه بحيث ان اللي يكون ظاهر منها مثلا الكتابه بس. يعني انا وراحتي بقى في النقطه دي. اخترت انا كده وعملت التصميم او الشكل اللي انا عايز اعمله. هبدا بقى ان انا اظبط الجزء اللي في النص ده هيتضاف فيه ايه. انا ممكن اعمل يعني انا شايف ان دي برده مش ظابطه بالظبط مع زي اللي فوق، فكده اظن كده افضل يعني مع اللي فوق. هبدا ان انا اكتب في الوسط كده مثلا مهارات العمل الحر. اروح جايب كلمه تكست واعمل اضافه واكتب كده مهارات العمل الحر. تمام. او مهارات تقدر من خلالها تدخل لمجال العمل الحر، وابدا ان انا اكبر الشكل بتاعي. وطبعا زي ما احنا متعودين اقدر ان انا اغير اللون بتاعه، واقدر ان انا اغير نوع الخط اللي انا مستخدمه هنا. فممكن استخدم الخط ده، وممكن لو انا حابب بقى ان انا استخدم خط مختلف يبدا ان هو في عندي خطوط كتير جدا اقدر ان انا استخدم منها الخط المناسب واللي انا شايف ان هو يكون شكله كويس مع الحاجه اللي انا كاتبها. تمام. مهارات العمل الحر، وليكن تعالى نختار كده خط يكون شكله لطيف. الخط ده الى حد ما كويس، فخلاص كده هجيبها بالظبط في النص. شايفين اول ما انا بحرك كده بحرك شمال لغايه ما ظهر الخط البنفسجي اللي في النص بالظبط، ده معناه انك كده في وسط الديزاين بالظبط.
خلاص كده بقى الشكل بتاعي، وده تصميم انا ممكن انزله بكل سهوله. حد تاني ممكن يفكر في شكل مختلف، طبيعي. حد تالت ممكن مثلا يجي يقول لنا والله الشكل ده تمام ما عنديش مشكله، هاخد دي كده احطها هنا، اظبط دي مع اللي قصادها، واخد كلمه التصميم دي واحطها تحت هنا. طبعا هي الفكره بس كلها دلوقتي ان الصوره دي اكبر من الثانيه شويه، فمش ظابطه معايا اهو، واحط كلمه تصميم واجي على الكلمه او اجي على حاجه زي دي وممكن احطها هنا كده. ممكن طبعا الفها او اعمل فيها اللي انا عايزه، واجيب واحده زي دي كمان كده، وابدا ان انا احطها برده هنا، واكتب تحت كل واحده فيهم ايه المهاره دي عباره عن ايه، واختار كلمه مهارات العمل الحر واحطها هنا كده. والجزء التحتاني احط فيه شويه تفاصيل مختلفه. هتقولي يعني ايه تفاصيل مختلفه؟ على سبيل المثال هدخل على كلمه element، وابدا ان انا اختار من هنا اكتب كلمه، اتاكد بس ان انا في element، وابدا ان انا اختار من هنا فيسبوك، هكتب كده، هكتب كلمه فيسبوك، بدل ان هو يجيب لي الشكل بتاع الفيسبوك هاخده كده وبكل سهوله اروح حاطه تحت. واللي انا هعمله ايه دلوقتي؟ هكتب جنبه اللينك بتاع البيج او القناه او اسم القناه اللي انا عاملها، اللي هي مثلا على سبيل المثال هكتب دكتور فريلانسر، ولكن وانا هنا بالمره هختار واتساب، وابدا ان انا برضو اختار العلامه اللي انا عجباني. يعني في اكتر من علامه قدامك، وتبدا انك تاخدها وتحطها تحت الفيسبوك. طبعا انت بتحاول على قد ما تقدر تخليهم الاثنين زي بعض عشان يبقى شكل الديزاين بتاعك كويس، وتخليهم جنب بعض كمان. تمام جدا، انا شايف ان هم كده الدنيا تمام. هبدا ان انا احط اكتب كلمه تكست، واختار ان انا هكتب تكست، والتكست اللي هنا هكتبه هكتب مثلا دكتور فريلانسر، دكتور فريلانسر، وده هاخدها اروح حاططها. ده ممكن تكون اسم صفحه الفيسبوك مثلا، لو انا عايز اكتب الاسم بالظبط اكتبه دكتور فريلانسر عبد الله محسن، واحطها هنا قدامها، واغير الخط ده او اغير اللون بتاعه بكل سهوله. الموضوع بسيط، وممكن اعمل دبليكيت كده وابدا ان انا اكتب هنا قدام الواتساب، اكتب يا اما احط اللينك بتاع الواتساب على طول اللي ممكن اي حد يستخدمه للدخول للواتساب بتاعي، او اكتب الرقم بتاعي على سبيل المثال 010 1 65 60 60 4، وابدا ان انا اخده واحطه قدام التصميم بتاعي. انا بقى ببدا ان انا كل اللي انا عايز اعمله بقى ان انا اعدل التصميم، اخلي التصميم يعني اخلي الكلام بالظبط ماشي مع الجمله اللي فوقه، اخلي الخط حلو، اخلي شكل لطيف. ممكن اعمل ده كده، ممكن اعملهم جنب بعض، يعني ممكن اعمل ده هنا وده هنا مثلا، بحيث ان لون الواتساب اخضر فيبقى الناحيه دي، واخلي ده الناحيه دي. بكل سهوله انا اقدر اعمل الحاجات دي. من العلامه اللي هنا دي انا غيرت علامه الفيسبوك بقت الاصفر، لكن اللون الازرق افضل لان ده اللون الاساسي يعني او العادي بتاع الفيسبوك. علامه زي دي كده مثلا اللي ظاهره قدامكم دي، انا اسف بس ارجع تاني. علامه زي الواتساب دي مش عجباني مثلا، فانا ممكن بكل سهوله اعمل لها ديليت واجيب واحده ثانيه يعني تكون الطف بالنسبه لي. هكتب واتساب اللي هي العلامه المربعه شويه اللي هي دي مثلا، واروح جاي كده مصغرها، واروح جايبها، ابدا ان انا اصغرها. خلاص انا بظبطها دلوقتي مع الفيسبوك اللي قصادها، وبظبط الكلام ده مع الكلام التاني بحيث انهم يكونوا مع بعض، والموقع او الابلكيشن بيساعدك في الحته دي. وخلاص بدات ان انا اعمل التصميم بتاعي، ممكن انزل دول كده شويه وانزل دي كده شويه، ويبقى التصميم بتاعي بدا ان هو يجهز. عندي لوجو والله للمكان اللي انا شغال ليه، احط له اللوجو بتاعه. الحاجات دي بقى كل واحد والذوق بتاعه، كل واحد والشكل اللي في دماغه. انا ده بعمله دلوقتي لاول مره معاكم، فبالتالي انا مفيش في دماغي اي حاجه، انا ببدا ان انا افكر وادور ده انا ممكن اجيب دي كذا، ممكن اجيب دي كذا. التصميم دلوقتي يعتبر الى حد ما الفكره العامه بتاعته بقت موجوده معايا، ولكن انا ممكن اغير فيه مره واثنين وثلاثه واحط تصميم معين، وابدا ادخل على جوجل واجيب اشكال، او ابص على بنترست، او ابص على بيهانس، وادور على اشكال تفيدني في التصميم بتاعي. طيب فاكرين المره اللي فاتت لما كنا قلنا ان من اللي يخلي التصميم بتاعك بروفيشنال اكتر انك تضيف فيه صوره شخص؟ عارفين لما كنا بنلاقي او دخلنا دلوقتي على دكتور فريلانسر ولقينا صوره، لما كنا بنعلن عن منحه 3 في 1 و2 في 1 كان في صوره شخص موجود بيفكر كده. انت ممكن تعمل ده من اللي احنا كنا جبناه المره اللي فاتت لو تفتكروا لما عملناها بي ان جي. الصوره بتاعتنا البي ان جي اهي، دي صوره جت زياده كده، الصوره بتاعتنا البي ان جي جبناها. اقدر ان انا احطها في وسط الديزاين، احطها في مكان يكون شكلها لطيف. بعدها بس كده شويه مثلا، ده شكل اهو، ده شكل مهارات العمل الحر. طبعا دي هتتشال من مكانها، وهبدا ان انا اجيب الصوره دي واحطها في التصميم بتاعي. انا ممكن احطها في التصميم بتاعي واكبرها طبعا على حسب ما انا عايز، ويبقى التصميم
عذرا. ويبقى التصميم بتاعي، عايز ابعد دي من هنا عشان اقدر اتحكم فيها، ويبقى التصميم بتاعي موجود معايا بالشكل بقى اللي انا شايفه مناسب اقدر ان انا احط. انا هكبر دي دلوقتي تاني. خلاص انا شايف ان هو كده الشكل المناسب بالنسبه لها يعني. وممكن الحاجات اللي فوق دي تنزل عن كده كمان من فوق، وممكن الاشكال اللي موجوده هنا دي تبدا ان هي احطها هنا مثلا اغيرها. وانا شايف ان هي ملهاش مكان، عادي ما احطهاش في المكان ده خالص. طب انا على سبيل المثال كنت بعلن لكورس كتابه محتوى مثلا، تمام. عايز بس اتحكم في اللي هنا دي، بعلن لكورس كتابه محتوى على سبيل المثال يعني. وانا هلغي دي كده خالص. فكورس كتابه المحتوى او كورس برمجه بما ان يعني مكتوب قدامنا على طول، فانا كل اللي انا هعمله هلغي ده. بص كده معايا، هلغي ده، هلغي كلمه التصميم، هلغي الفريم ده، واجيب كلمه البرمجه دي اللي انا هشتغل عليها اصلا واحطها هنا، او اجيب كلمه البرمجه او تعلم البرمجه بكل سهوله وهلغي ده كمان. شايف ان هو ملوش لازمه. انا بعمل ليه كده؟ انا عشان شايف ان لا، انا ممكن اعمل تصميم تاني مختلف، والحاجات دي اللي انا اعملها دي لا مش هتبقى لطيفه فيه. فالتصميم بتاعي نفسه اللي كان شغال من شويه بحط فيه مهارات العمل الحر اغيره لحاجه تانيه. كلمه البرمجه دي هشيلها، وكلمه مهارات العمل الحر هكتب عليها كده مثلا، هكتب هنا جمله مثلا خليك جنتل مثلا وتعلم البرمجه. هتقول لي ايه علاقه ده بده؟ اقول لك هو ده الجمله اللي جت على دماغي دلوقتي. فبدات ان انا اكتب الجمله دي احطها بقى في اي شكل انا او في اي مكان انا شايفه يكون مناسب. الديزاين انا شايف ان هو لو خليناه لون واحد دلوقتي هيكون شكله الطف لانه هيناسب الحاجه اللي احنا ضايفينها. تحت هنا لو انا جبت الفيسبوك جنب، طبعا هي اثرت عليه، لو جبت الفيسبوك جنب الواتساب هيبقى شكله افضل لو غيرت الالوان دي للون واحد بس. انا مثلا عايز اشيل الاخضر دلوقتي واشتغل على اللون الاصفر ده، واجيب الصوره بتاعتي تاني بدل ما ادور عليها دلوقتي اجيبها من هنا، اكبر اخد الفيسبوك دي عشان اقدر اتحكم فيها. طبعا في حركه حلوه جدا ان انا ممكن اكبر كده وابدا ان انا اتحكم يعني في الحاجه بصوره اقرب. انا كل اللي انا هعمله دلوقتي هكبر التصميم بتاعي. خلاص التصميم بقى كبير اهو. خليك اتعلم البرمجه وخليك جنتل اهو، كلمه دكتور فريلانسر والشكل بتاعها بقى موجود. طبعا لو غيرت الخط ده هيكون شكله الطف من كده كتير. انا بس بوريك الفكره، لازم انت تكون شايف الفكره قدامك وشايف انا بعمل ايه وانا اقدر اعمل الحاجات دي كلها. ما يكونش يعني عندك مشكله في انك تعمل اي حاجه من الحاجات دي. ده ممكن يصغر كده شويه. خلاص ممكن ناخد بقى الخط بتاع دكتور فريلانسر ده وابدا ان انا اغيره. ابدا ان انا كل ده ببدا ان انا اشوف خط مناسب يعني للحاجه اللي انا كاتبها. ماشي ممكن اسيبه كده. وكذلك الارقام دي برضو ممكن ان انا اغير الشكل بتاعها. خلاص بدات ان انا اشوف ان الديزاين بتاعي كده ممكن يكون هو الشكل بتاعه لطيف وكويس جدا، ما عنديش اي مشكله. خلاص احفظ الديزاين بتاعي على الشكل ده بحيث ان ده مناسب للشكل اللي هناك. وهنا يبين لك برضو شخصيه حد في التصميم. على سبيل المثال انا مثلا شخصيتي في التصميم الحاجات الهاديه. يعني انا بحب دايما التصميم بتاعي يكون هادي. التصميم بتاعي كل اللي هيكون فيه هو صوره وموجود فيه البيانات التواصل او مش موجوده حتى لان انا في الفتره الاخيره ما بكتبهاش لاسباب اعلانيه وكده. وحاطط الصوره اهي وكاتب عليها الجمله اللي انا عايز اكتبها. طبعا الجمله دي بتبدا انك تجيبها، والله بتبدا تفكر فيها، بتبدا انك تدور تجيب جمله محفزه. على سبيل المثال لو بصيت على ديزاين في دكتور فريلانسر هتلاقي مكتوب عند الفيدباك كده هدفنا ان احنا نكون جزء من نجاحك. ده جمله كده خدناها وقمنا حاطينها في التصميم بتاعنا. ممكن برضو بكل سهوله اقرب التصميم. فاكرين لما قلت لكم الكلام ده ممكن ان احنا بص كده، عارفين انتوا العلامه؟ ايوه بالظبط كده، العلامه اللي في الجنب دي اللي هي بتبدا انك تخلي لك الكلام يعني تحت بعضه. وبدات ان انا اظبط الصوره بتاعتي على قد الكلام، وبدات ان انا احط الكلمه دي واظبط المقاس بتاعها. خلاص وانا ممكن اسيب التصميم بتاعي على كده. ممكن من العلامه بتاع السبيسنج، فاكرين اللي هو السهمين اللي طالع واللي نازل ده، ببدا ان انا اقرب الحروف من بعضها وابدا ان انا اقلل المسافه ما بين السطور وبعض، ويبقى ده الشكل النهائي اللي انا ممكن اعتمد عليه. تمام، ده الشكل اللي احنا شايفينه. ممكن هنا الغي ده خالص لو انا مش حابب ان انا احط بيانات التواصل. بكل سهوله انا بلغي الحاجات دي وباجي هنا كده على كلمه ابلود هاخد هاخد الحاجات بتاعتي، هاخد اللوجو بتاعي اللي انا كنت ضايفه. اللوجو ده مثلا قدامكم اللوجو ده. اللوجو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ والله اللوجو اللي الناحيه دي ده لوجو بي ان جي،
اللوجو اللي هنا ده اللي انا هحركه حالا ده لوجو PNG، معناه ان هو لو حطيته على اي حاجه هتظهر الحاجه اللي تحته على طول، ولكن ده لوجو JPG ليه خلفيه. يعني ده ممكن احطه هنا كده، واظن ده الشكل افضل لان ده اللوجو بتاعنا الاساسي اللي بيتحط على اللون الاصفر، يبقى ظاهر كده باللون الابيض من تحت. وممكن بكل سهوله برضو اللوجو بتاعي يكون الPNG واخده احطه في التصميم بتاعي كده. طيب كلمه PNG وJPG ده بجيبه منين؟ بس باخد اللوجو ده من الشخص اللي انا بعمله التصميمات بتاعته، او بكل سهوله لو هو بعت لي اللوجو وانا حابب او بعت لي او انا عامل له لوجو وحابب احفظه PNG. اتعلمنا بنحفظه PNG ازاي من المحاضره بتاعت امبارح، واحنا بنعمل سيف بنختار ان هو يكون PNG. طيب انا شايف ان خلاص التصميم بتاعي ممكن يعتمد على الشكل اللي قدامي ده. والله حابب ان انا اضيف عليه حاجه كمان، حابب ان انا اعمل عليه مثلا كلمه خليك جنتل وتعلم البرمجه دي، انا ممكن ان انا اضيف حاجه. تعالوا كده نشوف اليمنت لو كتبنا كلمه بروجرامنج ايه اللي ممكن يطلع. انا برضو يعني ما عملش التصميم ده قبل كده، فانا عايز اشوف والله ممكن يطلع لي حاجه معينه ممكن ان انا اضيفها جوه التصميم بتاعي فتكون مفيده. خلينا في كلمه جرافيكس، بحيث ان هو يجيب لي حاجات جرافيك خاصه بكلمه بروجرامنج. والله بدات ان انا الاقي يعني اشكال وحاجات، مثلا الحاجات دي اسمها فيكتور. يعني ايه فيكتور؟ فيكتور يعني اشكال جرافيك مش اشكال حقيقيه، تقدر انك تضيفها في التصميم بتاعك. يعني انت ممكن تلغي ده بكل سهوله كده وتتعلم البرمجه. تعلم البرمجه من الصفر ونخلي التصميم بنفس الشكل ده، واخليها كلمه تتعلم البرمجه من الصفر للاحتراف. تمام. او عشان تقدر مثلا بما ان ده شكله بيبني اهو، بيطلع بيحط حاجات وقوالب، عشان تبني الموقع بتاعك صح لازم تتعلم برمجه صح، واحط التصميم قدامي. تمام. بكل سهوله كده انا بدات ان انا اعمل التصميم بتاعي. اقدر بقى كل واحد يختار الشكل المناسب ليه. كل اللي انا محتاجه منكم انكم تعملوا تغذيه بصريه كتير، ولو انت مكسل تدخل على اي ويب سايت تاني او اي مكان تاني، ادخل على Elements او Templates وابدا انك تبص على الاشكال اللي موجوده وخد منها افكار وابدا انك تشتغل عليها. مش عايز حد يشتغل على حاجه ثابته موجوده جوه الموقع، عشان ما يكونش فيه اي تشابه مع اي حد تاني بعد كده. الحاجه التانيه، عايزك تتعب شويه في الموضوع. يعني مش عايزك تدخل بقى انا عندي تاسك النهارده هعمل اي صوره قدامي عشان اروح اسلمها، لا. انا عايزك تتعب شويه في الموضوع. انا اجيب حاجه بيضه خالص واعمل عصف ذهني كده مع نفسي، وابص كتير واشوف كتير وادور كتير، وابدا ان انا اعمل تصميم من الاول للاخر خالص يعجبني اولا ويعجب الناس الثانيه او اي عميل يتعامل معايا. تمام. طيب انت عرفت دلوقتي الشكل وهتضيف ازاي والكلام ده كله. بكده انت بتقدر انك تضيف او تعمل صوره. الصوره دي ايا كان بقى المقاس بتاعها فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، المقاسات دي بنختارها من البدايه خالص، والتصميم بنبدا ان احنا نصممه بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها. التمبلتس اللي تقدر تختار منها، وتقدر طبعا تحدد الالوان اللي ممكن تظهر لك هنا بكل سهوله. اللي بعديها كلمه element، واليمنت ده معناها انك حابب جرافيك معين، فيكتور شكل معين ممكن يظهر لك من الحاجات دي. بعد كده عندك كلمه كاميرا رول لو حابب ترفع صوره، ابلود ده عشان ترفعها تبقى ظاهره قدامك، تكست، اوديو لو احنا بنعمل فيديو وبنصمم فيديو معين جوه الابلكيشن بنبدا ان احنا نضيف عليه صوت من الاصوات اللي موجوده هنا، او بنضيف صوت عادي جدا يعني من الاصوات اللي موجوده عندنا على الجهاز. هنا كلمه لوجو، وهنتعلم ده في الجزء الثاني ان شاء الله من المحاضره، لكن لما اخلص الجزء الاولاني ده كده يا باشا انت بقيت او قادر انك تصمم حاجه وتصمم ديزاين يعجب العميل اللي انت بتتعامل معاه بالوان وهويه بصريه انت تقدر انك تختارها بكل سهوله. عارف ازاي تضيف الحاجه، تحفظ الحاجه ازاي، تحفظها PNG ازاي. عرفنا الهويه البصريه واتكلمنا عنها بشكل مفصل شويه، وبان دلوقتي مدى اهميه اختيار الالوان. علشان كده باذن الله في الفيديو الجاي هنتعلم ازاي نضيف الوان جديده للابلكيشن والاكونت بتاعنا. بالتوفيق، مع السلامه.